بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح فيديو جديد هنعرف فيه ازاي نلعب لعبة صلاح الدين ونستغل الثغرات والشفرات اللي فيها ان احنا نحارب اكتر من جيش. يعني دلوقتي انا هبدأ حرب هحارب فيها 6 جيوش. تمام. هقول لكم الطريقة. طبعا انا ما عرفتكم الطريقة قبل كده ازاي ان احنا نستغل الثغرات دي، بس دلوقتي انا في حرب ضد 7 جيوش، ان هو 7 جيوش خلاص وانا الهيومن. تمام. هنعمل طبعا ديس ماتش عشان يبقى عدد الفلوس كتير، او ممكن نعملها عادي ماتش اندرون جيم. ممكن نعملها ديس ماتش يبقى الماتش عنيف شوية او اللعب أعنف شوية. حلو. احنا طبعا أول ما نضغط هنا، نضغط على لونش جيم، نروح ضاغطين اكزايت على طول. حلو. عشان نبطئ اللعبة هنعمل جيم بلاي اوبشن الأول اهوت، نضغط اكزايت اهو جايبين اوبشن، وبعدين جيم بلاي اوبشن، وبعدين نخلي السرعة هنا عليها 20، يبقى نعمل ابلاي. تمام. هنعمل باك عادي رسام جيم. هنحط بقى الحاجات العادية اللي احنا بنلعب عليها، انه مثلا البلاط هنا نبني البلاط، نبني كل البلاط اللي احنا عايزينه. تمام. طبعا احنا كده شغلنا الشفرة، فكده هيدينا امدادات وحاجات غير محدودة. احنا بس نبني، نشتري اي حاجة هو يبدأ يزود فيها عادي لوحده. لو اشترينا كده اي حاجة نشتريها هو يزودها. تمام. مثلا مخازن الاكل هو بيملاها اوتوماتيك، يعني لو بقيت 20 مخزن هو ملاهم. ممكن نشوف بقى ده هيساعدنا ازاي في ان احنا نلعب اللعبة. الفيديو بتاع شرح الثغرة والكلام ده كله هسيبه لكم في الوصف طبعا. بقينا مخازن مش محتاجين ده كله اصلا. اهم حاجة ان احنا نبني القلعة، القلاع اللي هنحارب بيها. تمام. دي القلعة الأولى عشان تقفل المكان ده. القلعة التانية طبعا هتبقى هنا. القلعة التالتة هنا. لسه بيجيب حجارة. تمام. وبعد كده نعمل ده عشان نعمل سلم نطلع عليه. واحدة عشان نحط عليها الجنود عشان يطلعوا على فوق على طول فوق القلعة، وواحدة عشان تبقى سلم لينا، الجنود تطلع من على السلم ده. تمام. طبعا هنعمل أرشر، عدد كبير من الأرشر. أي حرب هنبدأها لازم نعمل كمية كبيرة من الأرشر. الأرشر بيفيدنا جدا بالذات في بداية الحرب. طبعا الأفضل إن احنا نحطهم هنا الأول. هنا عادي ممكن نسرع لعبة عادي، جيم بلاي اوبشن، نبدأ نسرع لعبة. طيب. تمام. نبدأ نحط النود هنا، نبني كمية أرشر تانية، نملأ كل القاعة دي أرشر عشان دول اللي هيساعدونا كتير في الحرب. عشان نحمي القلعة أول حاجة، بعد كده بقى نبدأ نهاجم. فاحنا بنحارب 7 جيوش، هيكون الموضوع صعب.
هيبني عدد كبير من الأرشر. احنا بس مش هنوقف إنتاج الأرشر دلوقتي خالص غير لما نحس إن احنا خلاص أمنا المنطقة أو أمنا القلعة، عشان هو طبعا 7 جيوش هيهجموا دلوقتي، كل واحد هيهاجم بعدد جنود كبير. طبعا الأرمي بتاعي وصل لأعلى ليميت ليه. احنا ممكن نبدأ نهاجم بقى عادي، هجوم عادي، نبدأ ندمر واحد واحد. ممكن نبدأ مثلا بده. طبعا عشان نحارب حد لازم ندمر الاقتصاد بتاعه. هو كده كده الاقتصاد بتاعه في النطاق بتاعي يعني، بس ممكن عايزين ندمر الاقتصاد ده كمان، اللي هو إنتاج الحجر ده. ده اللي لونه أصفر، نشوف هو ترتيبه كام. ترتيبه الرابع، بقى التالت. هنوقف له الإنتاج بتاعه عموما عشان نقلل ترتيبه. الجنود اللي هي بتتحرك، اللي هي اللي هم رماة الأسهم، اللي هو الأحصنة اللي بترمي أسهم، طبعا بتبقى قوتها أحسن. هي مش أقوى من الأرشر اللي هم العاديين، بس هم أفضل لأنهم بيقدروا يرموا أسهم وهما بيتحركوا عادي. كده خلاص تقريبا وقفنا المناجم بتاعته ديت، اللي هو بتاع الخشب بتاعه، بتاعت الحجارة بتاعته بشكل كبير. وقفنا الهجوم علينا. ده عادي ممكن نوديه يضرب أي حاجة. نعمل تاني غير اللي راح. نشوف هو ترتيبه كام دلوقتي. هو ترتيبه دلوقتي الرابع، معاه 5000. تمام. الأسود احنا ممكن نبدأ نهاجم بقى الأسود الأول. نشوف الأسود ده فين عشان هو أضعف دلوقتي. ده البيج الأخضر ده. مم. الأسود تمام. هو أقرب واحد ليا عموما، قريب جدا ليا. احنا ممكن نحارب على طول، نهاجم على طول. طبعا قلة الجنود ده بيأثر كتير، بيأثر كتير في أي حرب.
احنا ممكن نغير مكان دي، خليها هنا عشان تبقى أقرب لينا شوية. ناخد الجنود دي، طبعا نهاجم بيهم على طول الأسود ونخليهم أجريسيف. احنا ممكن نلقى بقى الخدعة دي، اللي هو هناخد ديت ونبنيها عند أي حد جوه بالداخل كده، بحيث إنه يبدأ يهاجم نفسه. ممكن برضو نبنيها هنا. ميزة الأخشاب إن احنا نقدر نبنيها في أي حتة في أي مكان. مم. كده بشكل كبير دمرنا اقتصاده. هو طبعا لا شغالة بالذكاء الاصطناعي، فهو مش هيقدر يتدخل أي حد جوه ولا يخرج أي حد. في مدخل تاني، في مدخل تاني، هو فتح مدخل هنا، ممكن نسده برضه. بس كده خلاص تقريبا بشكل كبير احنا دمرنا اقتصاده، إلا لو كان هو عمل مدخل تاني. طبعا هيبدأ يبني المباني ويهدها لحد ما الاقتصاد بتاعه يقع خالص. هنرجع للعبة الطبيعي بتاعها إن المؤشر ده الأسود يكون تحت، فهي الطبيعي بتاع اللعبة. مم. طبعا دي اتأثرت شوية. خلاص طالما كده دمرنا الاقتصاد، نبدأ نهاجم بقى الأصفر وبعدين نهاجم الأسود. الأصفر طبعا هو أقرب ليا. نشوف متاح عنده فلوس قد ايه. هو لسه برضه 6000، هو كان 5000 أصلا، فزاد عنده فلوس. شكله دمر الحاجات اللي أنا كنت حاطها له. لا ما دمرتش، بس بيخرجوا يطلعوا ازاي؟ كسر واحدة. عادي يعني نبنيها تاني. ونبني اللي كانت هنا.
فتح هنا في الصورة برضه. ممكن نوقف شغل فيهم برضه عادي أحسن. حب الشعب بدأ يزيد تاني، كنا نسينا نفعل الثغرة بتاعته، هو خلاص بدأ يزيد ونقدر نعمل عادي عادي عدد الجنود اللي احنا عايزينه. مش أي عدد، أي عدد، لينا ليميت معين برضه في الجيش، بس على الأقل الشعبية زادت. حارب الجيشين دول مع بعض. بحيث اللي يموت نوديه مكانه على طول، حتى لو ماتوا كلهم عادي، احنا كده كده نقدر نعمل مكانهم. احنا ممكن نفضي دي، بإن احنا كده كده مش مستغلنا في حاجة، ونحارب بيهم. تمام، بحيث إن احنا يتيح لنا كمان إن احنا نعمل عدد أكبر من الأحصنة لو بيرموا أسهم. خلاص بقى ناخد النينجا. عايزين نعمل نينجا، لسه مفيش حد مات من الجنود عشان نعمل مكانه نينجا. نعمل أي عدد من النينجا عشان نموت الاتنين دول. نبدأ بده مثلا عشان ده كده خلاص خلص، خلينا أجريسيف. وبعدين نعمل عدد جنود تاني عشان نموت التاني اللي بعده. تمام، طبعا عايزين نينجا لازم حد يموت. الأسود طبعا ضعيف فمش قادر يهاجم، احنا ممكن نحطهم هنا بحيث إن احنا خلاص نبدأ نهاجم الأسود بقى هو كمان. كده الأول، عايز نينجا هنا عشان يموتوا.
ونقدر نعمل غيره. نعمل أرشر الأول كتير. هنحتاج نعمل بيوت عشان واضح إن الثغرة بتاعت العمال دي مش مؤثرة أوي. بتاعت الشعبية بتزيد شوية وتقل شوية. كده عملنا عدد حلو محترم من الجنود، ناخدهم ونحطهم، نبدأ نهاجم ده الأول. طبعا هو الفلوس اللي معاه بدأت تقل، معاه 69، فده حلو، فرصة كويسة إن احنا نبدأ نهاجم. نعمل بقى نينجا. ممكن نعمل مجموعة كبيرة من نينجا، دول أول شوية هيروحوا. نبعت له كمان شوية نينجا. خدهم نوديهم عنده. ممكن نتفرج بقى على الحرب. هو عنده عدد جنود كبير طبعا، فالنينجا مش هيوصل بسهولة. ماتوا، أول مجموعة ماتت. عايزين نعمل عدد تاني من نينجا. تمام، كده عملنا عدد كبير من نينجا اهوت. نبدأ نودي دول كلهم، ناخدهم كلهم كده ونوديهم. نعمل كمان مجموعة. طبعا هو خلاص هو مش معاه فلوس إن هو يعمل جنود، فهو هيعتمد على شوية الجنود اللي عنده اللي هم في الآخر هيخلصوا أو هيموتوا. خلاص الجهود عنده بدأت تقل خالص. النينجا خلاص هيطلعوا أو هيموتوا. مات. نخش على اللي بعده. نبدأ نهاجمه بالأرشر الأول، وكده كده عندنا النينجا اللي نخلص بيه. نعمل عدد حصانة كبير كده، خلاص احنا خلصنا جيشين، فبقى الضغط أقل شوية. الأسود كده كده هو ملوش لازمة، مش بيهاجم بقاله فترة معاهم، فهو ما يعتبرش أصلا معاهم، يعتبر من. طبعا هنعمل عدد كبير، عايزين أكبر عدد من الأحصنة. عملنا أحصنة كتير. الثغرة دي على فكرة مشروحة، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاع الشرح بتاعها في في الوصف تحت. تمام، بشرح لكم الثغرة ازاي تعملوها وازاي تبدأوها وكل حاجة. طبعا هنا بنلعب نجرب ايه، نلعبها بالثغرة بس مش أكتر، آه، مش بنشرح الثغرة، بنشرح ازاي نستغلها في ان احنا نخلص أكبر عدد من الجنود، ما يبقاش تقريبا لعبة للاقتصاد أو كده. طبعا متعة اللعبة في الاقتصاد وكل حاجة، بس أنا معاك مثلا لما تكون عايز تجرب تحارب عدد جيوش أكبر، استمتع بإنك مثلا تحارب عدد جيوش كبير.
كده خلاص تقريبا جموده خلصت، فممكن نهاجمه. نبدأ نهاجم اللي بعده. ده مات خلاص. مات. طبعا دول عادي ممكن نموتهم عشان نعمل غيرهم. تمام. برضو نفس طريقة الهجوم، ممكن نستخدم نفس طريقة الهجوم. لو حابين نغير ممكن الجندي ده قوي جدا نغير بيه، بس ده هنحتاج ان احنا نكسر جدران ونكسر حاجات كتير، فمش مستاهل. هو النينجا كويس جدا بيسلق جدران وبيساعدنا وبيسهل علينا كل حاجة، فاحنا ممكن نستغل النينجا في موضوع ان احنا نخلص على الملك ده بسهولة. ممكن نهاجم. احنا بلاش نهاجم ده، خلينا نهاجم في اللي احنا لا الدور يموت. خدهم بترتيب. الميزة في موضوع الأحصنة إن هو تقدر تهرب بيهم عادي من أي هجوم. بنين عدد كبير، عايزين نعمل أكبر عدد بقى. تمام. ده ممكن نعمل إزاي بقى؟ نعمل أكبر عدد من دول بحيث إن يبقى عندنا وقت ما نحب نوقف الشغل فيهم نوقفه ونستغلهم كلهم كجيش. تمام. فده أفضل حاجة، أفضل حل يعني. احنا ممكن ناخد دول الأول، هو دول 24 دول الأول، وبعدين نشغل دول إن هو يشتغل فيهم عمال. هو اوريدي موقف أحسنها عشان ندافع عنه. نخليهم أجريسيف طبعا. عايزين محتاجين نعمل غيرهم. ممكن نوقف شغل دول عشان ناخدهم جنود.
بعد ما خدناهم جنود خلاص ممكن نرجعهم تاني. ونبني أكبر عدد منهم عشان ناخد مثلا 200 جندي 300 جندي نهاجم بيهم مرة واحدة، بحيث إن احنا منرعاش شوية بشوية. يعني كده كده اوريدي خلاص بنهاجم عدد قليل من الجيوش. بدل ما نعمل 24 جندي و24 جندي فهيبقى أسهل كتير بالنسبة لنا إن احنا نعمل عدد أكبر من الجيش الجنود. اوريدي خلاص مبقاش يعني ناحية جهة الشمال مبقاش فيه هجوم، مبقاش فيه أي خطورة، ومبقاش فيه جيش نحاربه من ناحية الشمال. فاهم؟ لا لا لا. لا. استنى. هو هنا بدأ يهاجم. اوبس، ممكن يموت ملك، لازم نلحق الملك. ممكن نوقف دول بقى كده كفاية. نبني أكبر عدد من الجيش عشان عايزين نهاجم هجوم مرة واحدة نقضي عليه وخلاص. بس خلاص كده ممكن 200 جندي كويسين أوي حلوين يقدروا يفيدونا كتير في الهجوم الجاي. ممكن بعض الجنود نحددها احنا عشان يبقى الهجوم أسهل. ممكن نضرب في الجزء ده. بشكل كبير احنا كده خلاص خلصنا على معظم الدفاع بتاعته. بقى عندنا 173 واحد، فده حلو جدا. حتى اللي بيقذف زيت خلاص. ممتاز. شوف الترتيب دلوقتي، ده أضعف واحد دلوقتي يعني اوريدي تحت الهجوم. ممكن نعمل نينجا ونهاجمه. نروح الأرض بتاعتنا، عندنا اوريدي 3 نينجا. ممكن نعمل عدد كبير بقى من نينجا. نوقف ده. طبعا عدد الجنود المسموح بيها بيزيد بالنسبة لي كل ما موت حد، فبقدر ابني جنود اكتر عدد ازيد، لان هي الخريطة انا مش معمول لي ليميت كهيومن مثلا بيلعب. هي الخريطة معمول لها ليميت في عدد الجنود، ما ينفعش يبقى فيه عدد جنود كبير على الخريطة،
لازم عدد جنود معين. طبعا كده عملنا كمية نينجا لذيذة، 169 جندي نينجا بالأربعة دول، بقينا 175 جندي نينجا. حلو والله. خلاص نبدأ نهاجم بقى ده عشان نقضي عليه. نجيب دول هنا، نبدأ نهاجم اللي بعده. طبعا هو مش هيلحقوا النينجا خلاص، لأن هو اوريدي خلاص سلخوا الجدران، هما دول كانوا جايين عشان يقضوا عليهم. خلاص كده، خلاص بشكل كبير الملك مات. عملنا اكريزيف كده، خلاص هيهاجموا الملك. مات الملك. بقى 52. ممكن يموتوا ده. طبعا اتفضل انا والاخضر، الاخضر اللي هو اقوى جيش دلوقتي. مات. ممكن يتسلق من هنا عادي. خلص كده، خلاص تقريبا ده اخر جيش، يبقى كده خلاص. طبعا شرح الثغرة والكلام ده كله هسيبها تحت الفيديو في الوصف، اللي هو لينك الفيديو بتاع شرح الثغرة والبرامج المستعملة. هو احنا استعملنا فيها برنامج واحد عموما، وكده كده هتلاقوا اللينك بتاعه، هسيبلكوا اللينك بتاعه. طبعا ده خلاص كده مات. كده كل الجيوش اللي كنت بحرقها ماتت، 7 جيوش. طبعا مصر خلاص. طبعا حلو جدا موضوع ان احنا نلعب بالثغرة، هيفيدنا كتير. وبس الثغرة مش ممتعة، يعني هي ممتعة وكل حاجة كحرب، بس مش ممتعة إن اللعبة أساسا إنك تعمل اقتصاد قوي وكده. تمام. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وممكن لايك لذيذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.